أقولكن شو الغلطة اللي ارتكبتها بهالوصفة حتى فرطت معي الكريمة. رح أعطيكن الطريقة وقلكن شو الغلطة اللي عملتها عشان ما تعملوها وتجربوا هيدا الحلو الترند اللي كتير طيب، طعمته حامض حلو بيشهي النكهة يلي أنا بموت فيها. أنا اخترت تقريبا 6 حامضات كلهم نفس الحجم، لونهم كتير حلو وقشرتهم ناعمة. أول شي رح نعمله إنه رح نغسل الحامض كتير منيح من برا. هلأ ليه بدنا نغسل الحامض؟ لضروريات النظيفية يعني. ومن بعدها رح نحط الحامض ونقص كل حامضة بالنص، بشوفوا بأي طريقة. هيدي الطريقة بقص الحامض تطلع أسهل معنا لما بدنا نفضل حامضة من اللب. وأكيد إذا ما بدكم تستعملوا الحامض لحتى تكونوا عم تعملوا هيدا الحلو، فيكم تكونوا عم تستعملوا الكاسات، بس انه تحطوها بلب الحامض كتير شكلها احلى. تفضية الحامض من اللب ما بتاخد معكم وقت ابدا وكتير سهلة كمان، وبيطلع اللب مثل ما هو. طبعا هيدا اللب ما حنكبه، بدنا نستعمله. هلا بنشيله على جنب، بنكون فضينا كل لب الحامض ومنبلش نعصرهم قد ما فينا بايدنا لنطلع منهم كل المي. هلا انا ما انعصروا معي على الاخر، فرجعت جربت اني اعصرهم بالمعلقة بقلب المصفاية وصفي العصير منهم. منصفي كل عصير الحامض اللي طلع عنا من اللب اللي شلناه، وهيك بنكون خلصنا من أول مرحلة من الوصفة. ننتقل هلأ إلى المرحلة الثانية اللي كتير مهمة. شغلنا غازنا على نار هادية، منحط فيه كوبين من كريمة الخفق. طبعا كريمة الخفق هي كريمة الحلويات يلي هي بتختلف عن كريمة الطبخ. أوكي، في عنا نوعين كريمة، نحن بدنا نستعمل كريمة الخفق. بنضيف عليهم نص كوب سكر أو نص كوب حليب مكثف حسب انتو شو عبالكن. بنبرش الحامض، بس بننتبه ما تمرمر معنا الوصفة، ما تصير مرة. بنبرش الحامض بس القشر البراني، ما بنوصل لللب الأبيض لأنه اللب الأبيض رح يعطينا مرار، فانتبهوا لهيدي الخطوة كتير منيح. هلأ بنحركن على نار هادية عبال ما يدوب السكر، وبدنا تغلي الكريمة غلوة كتير صغيرة، بس أهم شي يدوب السكر. وما بتعملوا مثل ما عملت أمونة وبتضيفوا الحامض بالكريمة سخنة. ما تستعجلوا مثل ما أنا بعمل دايما وبدي خلص وعلى السريع ومعجوقة، فرحت حطيت الحامض وما نطرت الكريمة تبرد ففرتت الكريمة. بس بنيقص وبنكب الوصفة بنرجع بنكملها طبيعي ومنسكبها بقلب قوالب الحامض ومنحطها بالفريزر كم ساعة. هيدي الغلطة الوحيدة يلي أنا عملتها، ما تعملوها كرمال ما تفرط معكم الكريمة، بس هي بالحالتين رح تطلع نفس الطعمة وكتير طيبة، حتى القوام ما رح يختلف أبدا ورح يطلع كريمة. هيدا كل الموضوع زينتها بهالطريقة. أنا غرامي هيدا النوع من التوت البلاك بيري، فجبته وزينته مع ورقة النعناع. شوف القوام قد ايه كريمة، طعمتها مش 10/10، 1000/10. واعتراف صريح، كنت ناوي أعزم رفقاتي على كل حدا يطلع له كاب من الحامض من هيدي الوصفة، لأنه كنت متوقع أنه تكون طعمتها كتير طيبة من وقت شفتها قبل ما جربها، بس للأسف أنه ما طلع لهم لأنه أنا لحالي أكلت 4 كبات منها. ورفقاتي بعدهم لليوم ناطريني أن أرجع عدلهم الوصفة، بس طبعا أنا ماني فاضية لأنه عم حضر وصفات جديدة أطيب من هيدا. وإذا أنتو كمان حابين تشوفوا الوصفات اللي جاية وتطبقوها، تابعوني هون وما تنسوا تفعلوا الجرس وخبروني قد بتعطوا الوصفة من 10 وإذا ناويين تجربوها. يلا باي.